بُص، هو لو في حاجة توصف اللي حصل النهارده في ماتش ريال مدريد وأتلتيك بلباو، فهو إن فالفيردي أنقذ رقبة كارلو أنشيلوتي النهارده. كان أنشيلوتي لو اتعادل أو خسر الماتش ده، فلورنتينو بيريز هيقول له: "باقول لك إيه يا عم أنشيلوتي، تعالَ كده لِف." وهيدّي له شالوت ويقول له: "اطلع يالا برّه يالا ما تجيش النادي ده تاني." بس فالفيردي قال له: "عيب عليك يا عم الناس، ده أنت برضه راجل كُبّارة يا عم يا عم أنشيلوتي وحبيبنا وبتاع، ما ينفعش لا سِنّك ولا لياقتك يسمحوا لك إن ده يحصل فيك، فأنا يا باشا أنا هاقعّدك في النادي." ويجيب هدف في إيه، في الوقت بدل الضايع، يعني بيقعّد أنشيلوتي بيقول له: "لأ أنت قاعد معانا ما تقلقش، إحنا مش هنسيبك لوحدك." السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه، أخباركم؟ معاكم محمد عبد الموجود، وفيديو جديد هنتكلم فيه على فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو، الماتش اللي كان صعب جدًا على ريال مدريد، رغم إنه بيلعب في ملعبه، ولكن باين جدًا فقدان كيليان إمبابي ودوره في أداء ل ريال مدريد النهارده، اللي كان بيحاول طول أكتر من 92 دقيقة إن هو يسجل هدف، ولكن في الآخر اللي عملها فيدريكو فالفيردي. وطبعًا لو وصل لك الفيديو يبقى لازم لايك، شير، سبسكرايب، كومنت، حاجات حلوة، الكلام ده كله. في البداية ريال مدريد طبعًا نزل بالضغط العالي على أتلتيك بلباو، وحاول إن هو ينهي الماتش من البداية، ولكن أتلتيك بلباو بيلعب بطريقة دفاعية بحتة بمدربه فالفيردي اللي كان بيدرب برشلونة قبل كده، واللي بيعتمد على إن هو ينظم خطوط دفاعه ويلعب على الهجمة المرتدة، وده اللي كان بيحاول يعمله عن طريق استخدام سرعات ويليامز، ولكن ريال مدريد في الفترة بتاعة الشوط الأولاني كله بيحاول إن هو يقفل على الوينجين بتوع أتلتيك بلباو ويلعب على الكورة إن هو ينقل اللعب كتير ويحرّك اللعب كتير، ويحاول إن هو يخترق من العمق، وبعد كده يstretch الملعب عن طريق رودريجو وفينيسيوس، ومن قلب الملعب عن طريق إندريك. وبان النهارده جدًا دور كيليان إمبابي اللي هو بيقدر يسحب المدافعين ويقدر ينزل يستلم الكورة ويبدأ يحرّك الاتنين اللي قدّام زي رودريجو أو فينيسيوس، يمكن الوحيد اللي كان بيحاول هو فينيسيوس، أمّا رودريجو وإندريك مش أحسن حاجة أو مش قادرين يقوموا بالدور ده يساعدوا فيه فينيسيوس. مع إن برضه بيلينجهام أنا ما زلت شايف إن بيلينجهام مش في مستواه، تراجع مستواه جدًا في الفترة الأخيرة، يمكن إجهاد، يمكن مش مركّز، يمكن خساراته المتتالية لريال مدريد وبُعده إلى حدٍ ما في الفترة اللي فاتت عن لقب الدوري، خسارته السوبر الأسباني، خسارته وخروجه من الChampions League، ممكن الحاجات دي كلّها بتأثّر على اللعيبة طبعًا، كمان الإجهاد في آخر الموسم. مباريات كتير طول الموسم مع المنتخبات وكذا، ممكن يكون ده أثّر عليه، فحسّيت إن ريال مدريد ما زال برضه مش هو ده ريال مدريد اللي الناس عارفاه، مش هو ده ريال مدريد اللي كان دايمًا بيحاول ينزل من أول ماتش يخلّص الماتش ويرتاح، لأ، أنا شايف إن طريقة لعب أنشيلوتي خلاص اتحفظت، طريقة لعب أنشيلوتي بقت محفوظة لكل المدربين وكل اللعيبة. وغالبًا التغيير جاي خلاص، دي ما بقاش فيها يعني كلام، وأمر أعتقد إن هو منتهي، ولكن كان النهارده لو خسر أو اتعادل كان هيبقى رسمي. أعتقد إن فلورنتينو بيريز ما كانش هيقدر يصبر أكتر من كده على أنشيلوتي، ولحُسن حظ أنشيلوتي إن عنده لاعب زي فالفيردي شويط بيقدر يشوط من برّه من أماكن مختلفة، وقدر يشوط كورة من على ال18 بيحط هدف جميل جدًا، جدًا في مرمى أوناي سيموني اللي كان عامل ماتش خرافي وتصديات كتيرة، وبيحرز هدف في الدقيقة 92. وده يبين لك اللي إحنا كنا قبل كده اتكلمنا عليه، إن طريقة ريال مدريد خلاص أنشيلوتي ما بقاش عنده جديد يقدّمه ل ريال مدريد، أعتقد إن خلاص أيامه بقت معدودة مع ريال مدريد، ولكن هو لسه ما زال عنده الدوري بيحاول إلى حدٍ ما يعني إن هو يشوف منّه أي حاجة، يحاول إن هو يكسبه، رغم إن الفرق دلوقتي 4 نقاط لصالح برشلونة، ولسه عنده ماتش مع برشلونة في المونجويك ملعب برشلونة البديل بدل الكامب نو بسبب تجديد الكامب نو، أعتقد إن برشلونة ليه الupper hand دلوقتي إن هو يقدر إن هو يكسب ريال مدريد، ولكن هو بيحاول بكل الطرق يآمن بحظوظه ويفضل موجود فيها، مع وجوده لسه الأمل في إن أنا ليه لأ، ما احاربش على آخر حاجة لحد ما أوصل بعد فقداني دوري أبطال أوروبا والChampions League. هو على مُجمل الماتش بضغط ريال مدريد العالي، بقوة ريال مدريد في التحكم بالكورة، ب ب
يعني قدرته على إن هو عايز أكسب، أنا عايز أكسب، أنا مش عايز أخسر، أنا مش عايز أتعادل، أنا عايز أآمن بحظوظي وأفضل مكمّل لحد آخر نَفَس، يمكن برشلونة يُقع، يمكن برشلونة يتعثّر في ماتش، يمكن أنا لمّا أروح ألاعبه في المونجويك أكسب، فأنا لسه ما زال عندي أمل. هي دي الحاجة الوحيدة اللي خلّت ريال مدريد يفضل يحارب لحد آخر لحظة وقدر إن هو يكسب، ولكن من الناحية التكتيكية ما كانش في أي ناحية تكتيكية، ما كانش في طريقة لعب، ما كانش في رؤية فنية من كارلو أنشيلوتي، حتى تغييراته محفوظة، خرّج اللاعب ده وهانزّل اللاعب ده، خرّج مودريتش هانزّل أردا جولر، خرّج أسينسيو، هانزّل فاسكيز، يعني خرّج رودريجو، هانزّل إبراهيم دياز، يعني بقت خلاص التغييرات بتاعته محفوظة، ما فيش أكتر من كده يقدّمه. ناس هتقول لي ما هي دي الدكة اللي عنده، تمام، ولكن أنا باتكلّم من ناحية الtactics، هو الtactics عنده ما بقاش قادر يغيّر مثلًا، يغيّر لاعب مكان لاعب، يلعب بخطة مختلفة، يسحب لاعب ويفتح الملعب بطريقة معيّنة، أو يحط لاعب في وسط الملعب يخلّيه يعمل دور مختلف، يأخّر مثلًا حد زي جود بيلينجهام ويخلّي إندريك هو اللي يبقى مهاجم وهمي ينزل، يعني في حاجات كتير ممكن يقدر يعملها، بس هو خلاص دماغه والدماغ بتاعة المدرب لمّا بتُقف عن التفكير أو ما بيبقاش عنده جديد يقدّمه، خلاص ده بيأثّر على الفريق. مبروك لجماهير ريال مدريد، جول حلو جدًا من فالفيردي، مبروك إن هُم ما زال عندهم أمل حتى الآن إن هُم ينافسوا مع برشلونة على لقب الدوري الأسباني، رغم إن أعتقد برشلونة مش هيسيب الموضوع ده، وكمان بما إن هو اللي عنده الأفضلية دلوقتي وريال مدريد هيروح يلعبه في ملعبه، فبالتالي هيبقى بيحاول بكل الطرق إن هو ينهي الموضوع ده. و بالنسبة لريال مدريد لازم أعتقد في خلال الفترة اللي جاية هيبدأ يفكّر إزاي أنا أعوّض أنشيلوتي، وإزاي إن في لعيبة كتير لازم تمشي ولازم أغيّر الstructure والهيكل بتاع الفريق. ده كان فيديو النهارده تعليقًا بس سريعًا كده على ماتش ريال مدريد وأتلتيك بلباو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات. كنت عملت فيديو النهارده برضه على ماتش ليفربول، برضه ابقوا قولوا لنا رأيكم في التعليقات. أشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.